طيب تعالى نشوف السوفت وير سايكل ديت عبارة عن ايه. اول ستيب عندنا هي الريكوايرمنتس او الجاذرنج ريكوايرمنتس. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا كتير ان انا بفهم هو الراجل ده عايز يعمل السوفت وير ليه، وايه اللي عايز يحطه جوه السوفت وير ده. خلصت جاذرنج ريكوايرمنت، ما ينفعش اروح اديها للديفلوبرز واقول لهم يلا اشتغلوا، خدوا اشتغلوا ادي الريكوايرمنتس اهي. لا، المفروض بطلع شويه دوكيومنتس هنتعرف عليها برضو، وبعدين بعمل حاجه اسمها بلاننج. البلاننج عندنا هو البروجكت بلاننج. يعني ايه؟ يعني ابتدي اشوف مين وشكل التيم اللي هيشتغل في البروجكت. الحاجه ديت ابتدي احط لها استيميشن بعد ما بتاخد ستاندرد معين هنتعرف عليه. السكوب اوف وورك، الدنيا هتمشي ازاي، هستعين بناس من بره ولا هستخدم التيم بتاعي بس، في حاجه محتاج ان انا اعمل لها اوت سورسنج، في عندي ريسكس في الموضوع وات ايفر. كل ده هيندرج تحت البلاننج عشان نطلع سوفت وير بلان. بعد كده هنلاقي المرحله اللي بعديها هي السوفت وير ديزاين. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا هصمم الواجهات بتاعه السوفت وير على طول كده؟ لا، هو ده جزء من الحاجات بتاعه الديزاين، بس الديزاين مش مجرد واجهه او يو اي. انا بعمل ديزاين للداتابيز، بعمل ديزاين للكود، بعرف ايه السوفت وير اركتكتشر بتاعي، ايه الديزاين باترنز اللي المفروض اشتغل عليها. في عندي حاجات ريوزابل ممكن استخدمها من بروجكتس قبل كده. هبتدي اطلع شويه دايجرامز هتفيد الديفلوبرز في الموضوع دوت. فاذا الديزاين هو مش اليو اي ديزاين بس، هو يو اي ديزاين وسوفت وير ديزاين. بعد ما بعمل الديزاين بخش في المرحله اللي بعد كده اللي هي اسمها الديفلوبمنت. الكودينج بتاعنا جاي في المرحله الرابعه. الديفلوبمنت ببتدي اكتب الكود بتاعي واعمل الفيتشرز انتجها. عشان ايه؟ عشان نخش على المرحلة اللي بعد كده اللي هي تيستنج. انا ما ينفعش اخد الكود بتاعي واروح ارميه في وش العميل واقول له يلا خد اشتغل، هيطلع فيه مصايب. فالمفروض الكيو سي عندي هنا بيبقى بيكتب تيست كيسز ويبتدي يطبق التيست كيسز ديت ويتاكد ان الفيتشر اللي احنا عملناها تمام، ولو مش تمام يبتدي يطلع باجز يرجعها تاني للديفلوبمنت تيم عشان يبتدوا يشتغلوا عليها. بعد ما خلصت تيستنج بعمل حاجة اسمها deployment. يعني ايه deployment؟ يعني بعمل ريليز، بطلع السوفت وير للبابليك. لو انا موقع ببتدي اعمل له بابليشنج والناس تبتدي تخش تستخدمه. لو بطلع موبايل ابلكيشن هبتدي احطه مثلا على الماركت والناس تبتدي تعمل له داونلود وتشتغل عليه. واخيرا وديت من الحاجات المهمة جدا اللي هي المينتيننس، ان انا ببتدي امونيتور السوفت وير، اشوف فيه مشاكل فيه. اما الناس كترت ابتدى يحصل مشاكل، الدنيا ماشية تمام ولا في مشاكل في البرودكشن، في مشاكل في السيرفر، في مشاكل في الكونكشن، عشان ابتدي ايه اكونتامينيت او احتوي المشاكل دي. دول السبعة ستيجز بتاعة السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل واللي بنقول عليها ال SDLC.